موضوع كنت اتكلمت فيه من فترة وكان الموضوع مهم جدا، للأسف الشديد اللي كنت عامل حسابه حصل. اللي حصل واللي انا هحكيه النهارده ده كارثه في كل المقاييس. امبارح بالليل في العياده داخل عليا ست وبنتها والحفيد. بفحص الطفل لقيت الطفل مش قادر يفتح عينيه. فانا بصراحه شكيت في ان هو يبقى مننجايتس او انتفالايتس، يعني حمى شوكيه او التهاب سحائي. بس كملت الفحص، الرقبه الحمد لله مفيش حاجه، بيكلاكس فما فيش مشكله. فبسال الام، بقول لها مدام الولد ده اتعض؟ قالت لي لا. ده ما اتعضش من شهرين من ثلاثه. فكري، قالت لي لا يا مدام، طب فكري تاني. قالت هو من حوالي 3 شهور خربشته قطه لكن ما عضتوش. وجاب الدم. جاب الدم. سلوكه بدا يتغير 180 درجه، بدا يبقى عصبي، يصرخ طول الوقت بدون سبب، يضرب في اللي قدامه، يهبش، يشتم. الولد بقى مختلف تماما. الولد ده اتشخص سعار للاسف، حاله ملهاش علاج، 100% وفاه. وان حصلت اعراض السعار خلاص مفيش اي حاجه ممكن تنقذ الطفل ده. فبسبب اهمال الام او استهتارها او تساهلها، ان هي قالت ده مش عضه ده خربشه وما ادتش الولد الحقن. في مجتمعنا في حيوانات كتير في شوارعنا، مش شرط يكون قطط او كلاب، في حصنة، في حمير، في بقر، في جاموس، في حيوانات عايشه حوالينا. الحيوانات ديت طبيعي ان احنا نشوفها عند جيراننا، طبيعي ان احنا نقابلها مع ناس ماشيه في الشارع بتشتغل بالعربيات اللي بتتجر. طبيعي ان احنا نشوف الحيوانات دي. لو تعرضت للعض من الحيوانات دي وما حددتش قطه او كلب او خربشه من قطه، فار، حمار، حصان، بقره، جاموسه، انا بكلمك على الحيوانات اللي احنا بنشوفها حوالينا، فورا خلال 24 ساعه تاخد المصل. ولو لا قدر الله في جرح، الجرح ما يتغطاش، الجرح يتغسل كل 10 دقايق بالميه والصابون لحد ما توصل المستشفى. اي مستشفى عام تاخد المصل مجانا. ابني وهو عنده 2 وعمره 2 اتعرض لخربشه من قطه، وكان خربوش بسيط. اقسم بالله خد المصل 5 حقن، خده في وركه عشان كان عمره 2. كنا خارجين وقطه طلعت بتاخد منه حاجه بياكل فيها، خربشته، فورا راح خد المصل. اثناء ما كنت بديله المصل كان في طفل عنده تقريبا 9 سنين جاي ايديه معضوضه من حمار، اقسم بالله من حمار، واخد 4 حقن وفاضل له الحقنه ال5. كل اللي بتكلم فيه وكل اللي بنبه فيه، تعرضت لخربشه من قطه في الشارع، اتعرضت لخربشه من كلب، اتعرضت لعض من قطه في الشارع، اتعرضت لعض من كلب، فورا تروح تاخد التطعيم. طب اتعرضت من اي حيوان تاني؟ ويا عم هو في حمار بيتسعر؟ هو في بقره بتتسعر؟ هو في حصان بيتسعر؟ يا فندم، يا فندم، ممكن يكون مصاب سعار، والمفروض حضرتك بعد ما تتعض منه تروح تاخد فورا المصل. الموضوع خطير، زي ما المرض مميت للحيوان هو مميت للإنسان. نفس الأعراض اللي بتيجي للحيوان نفس الأعراض هي اللي بتيجي للإنسان. ولكن اللي احنا بنعمله فورا بنأمن نفسنا واحتياطيا ناخد المصل. ما ينفعش اخد جرعة واحدة، ما ينفعش اخد جرعتين، ما ينفعش اخد 3 واقول خلاص كده، لازم تاخد ال5 جرعات. الأهم من ده اخواتي الفلاحين اللي عايشين في الأرياف وبيربوا حيوانات، بعد إذنك يا فندم طعم بقرتك، طعم جاموستك، طعم حمارك في تطعيم في مديريات الطب البيطري كل 6 شهور، ده مجانا. ورجاء رجاء رجاء من مديريات الطب البيطري، بدل ما بتنزلوا في الشارع، طبعا انتوا حضراتكم عارفين، أرجوكم طعموا الكلاب ضد السعار، اعملوا حملات تطعيم، اعملوا حملات تطعيم وصوروها. أقسم بالله العظيم هندعي لكم كلنا، ده مش بعيد يكون سبب في ان البلد دي ربنا يكرمها باذنك يا رب ان شاء الله. اللي حصل مع الطفل ده للاسف الشديد ممكن يحصل مع طفلك، ولكن كل اللي طالبه من حضراتكم كاولياء امور ما يبقاش نفس الاهمال بتاع الام اللي اهملت طفلها. خلي ابنك صريح معاك، خلي ابنك واضح. يا حبيبي يا حبيبتي، لو تعرضت للخربشه من قطه في الشارع تعالى قول لي. يا ابني يا بنتي، لو تعرضت لعض من كلب تعالى قول لي. معدي جنب عربيه كارو والحمار ميل عضك او حاول يعضك ويا دوب لمسك بس كده وعورك تعويره بسيطه، عرفني. كل دي حاجات مهمه، كل دي حاجات ما فيهاش هزار. لما طلعت اتكلمت قبل كده عن الموضوع ده، ناس كتير قالت لي انت بتتكلم بتقول ايه يا عم، وايه اللي انت بتقوله ده، وحمار ايه يعضنا، وقطه ايه خربشنا، احنا سلام، احنا الكلام ده. اللي انا قلته لك ده كله مع حيوانات في الشارع، حيوانات مش هتشوفها تاني مره تانيه. ولكن انا عايشه معايا قطتي في البيت، عايش معايا كلبي في البيت، واخد تطعيماته كلها ومطعمه تطعيم سعار، وخربشني وعضني وهو بيلعب معايا، اخاف واجري اطلع اخد المصل؟ لا طبعا، لا طبعا، ده حيوان قدام عينك.
مديله تطعيماته واموره تمام وخربشك عضك مش فارقه، انت كده كده مديله المصل. ولكن لو سلوك الحيوان اللي عندك في البيت ده اتغير، بقى عدواني، بقى يأذي نفسه، بقى يأذيكم، بقى يعض، بقى كل اعراض السعار ظهرت عليه وهو عايش عندك في البيت، فورا تروح تاخد المصل وتحبس الحيوان ده في مكان لحد ما يجي دكتور بيطري يشخص حالة الحيوان صح.